طول ما انت ماشي في الثانويه العامه هتقابل ثلاث انواع من المذاكره. النوع الاول حاجات انت بتاخدها حاليا في الدرس جديده، محتاج تذاكرها عشان تمشي معاهم. النوع التاني حاجات انت ذاكرتها قبل كده بس انت محتاج تراجع عليها عشان انت نسيها. النوع التالت هي حاجات انت راكمتها وهم خدوها في الدرس وخلصوها وانت ما فتحتهاش. انهي تبدأ بيه وانهي هيكون اهم؟ رقم واحد اللي انت بتاخده حاليا، يعني اللي هم ماشيين فيه في الدرس. خلينا ادالك مثلا لو احنا في الفيزياء وهم دخلوا في الباب الرابع اللي هو التيار المتردد، وانت ما كنتش ذاكرت الباب الثالث ما فتحتوش، ومثلا انت نسيت الباب الاول. بص، الباب الاول اللي انت نسيته ده هتخليه اخر حاجه تفكر فيها لان ده اتذاكر مره، انما اللي هتخليه هدفك الاول هو الباب الرابع اللي هو التيار المتردد بحيث تمشي معاهم. بعد كده تدخل على الباب التاني، الباب التالت قصدي، اللي انت ما فتحتوش وراكمته. يبقى الهدف الاولاني هو الباب الرابع، بعد كده الباب الثالث، بعد كده الباب الاول. بص يا صديقي، عموما في الباب بتاع المراجعه ده فانا عايز اقول لك ما تقلقش منه ابدا. هو احنا المفروض هنبدا نراجع امتى؟ انا شخصيا بدات مراجعه بعض المواد في شهر 4، وعايز اقول لك في مواد بداتها في شهر 5. يعني كل اللي انا رجعته ليها 20 يوم، وصدقني كانوا كفايه جدا ان انا الم كل الاسئله بتاعه الماده وان انا الم كل المحتوى والافكار بتوع الماده. موضوع المراجعه ما يتقلقش منه ابدا. اللي تقلق منه حاجه تكون رقمتها وما فتحتهاش قبل كده، او ان انت ما تكونش ماشي معاهم تمام. ما عدا ذلك صدقني موضوع المراجعه، فالمراجعه ليها ليالي وليها ايام هتقدر تظبطها فيها، فما تقعدش تشيل هم المراجعه وانت اصلا في حاجات لسه ما خلصتهاش او في حاجات لسه ماشي فيها.